احنا بنعمل شغل تطريز على القماش، شغلنا كله مصري، ديزاينز كلها انسبايرد من الثقافه المصريه. بنشتغل بخيوط قطن، وبنشتغل على خامات مصريه كلها قطن وكتان وفوال، وكل الشغل وكل الخامات مصري 100%. اتعرفت على جهاز تنمية المشروعات عن طريق الإعلانات اللي كانت بتنزل، قدمت معاهم وعرفت إن هم بينزلوا بمعرض تراثنا، نزلت معاهم نسختي الأولى وكانت من أنجح النسخ الحمد لله يعني، ومن وقتها وإحنا كل سنة بننزل معاهم، وكتير بيعلنوا عنا معارض بره مصر كمان بننزل معاهم. احنا بننزل دايما مع جهاز تنمية المشروعات، هو بيبقى ليه دور كبير معانا في دعمنا، في تمويلنا لو احنا محتاجين فلوس، كمان بيقدر يمولنا بالقروض. بينظم لنا معارض كتير جوه مصر وبره مصر، بصراحه بيوفروا لنا ده بحيث ان احنا الشغل بتاعنا يتشاف كويس قوي، وان احنا كمان المعارض دي بتعتبر زي فاترينا الناس من خلالها بتبص على الشغل بتاعنا، وبنتعرف على عملاء جديده. احنا بننتج كل ما هو خزفي او الدور واندور، الحاجات بتاعه الاكل، الحاجات بتاعه الشرب. شغلنا كله خالي من الرصاص، صحي تماما، يقدر ندخله الفرن وندخله الميكرويف. تم عمل عندنا دورة تدريبية تحت رعاية جهاز تنمية المشروعات. عندنا هو التراث التطريز السيناوي، دربونا على ازاي ان احنا ندخل التطريز السيناوي زي الجديد. عملنا على موديلات جديدة، موديلات أحدث تناسب كل الفئات المجتمع. خلنا برضو تطريز في الشنط، في الخدديات، في كل حاجة تحتاجها يعني الست في بيتها. جديلة بتشتغل على مخلفات النخيل. احنا اصلا بدأنا من 3 سنين مع جهاز تنمية المشروعات. ابتدى معانا من الاول خالص، احنا 30 سيدة بتشتغل في براند جديلة. جاب لنا تدريبات كتير، نزلنا معارض كتير، اتعلمنا نصور المنتج، اتعلمنا ازاي نسوقه، حتى التكنيكال الفنيات بتاعتنا جابوا لنا مدربين متخصصين جدا فيها علشان نقدر نطلع بالبراند.